شاء الله يا ربي وديتكم كان بالخير. انظروا له كيفاه طريقتين نطيب بهم الرز. انا اكل نكهه نتاعو الكل. عسلامة الناس الكل. اليوم ان شاء الله بقدرة ربي باش نشارك معاكم وصفة بنينة برشا، وصفة سهلة ما سهلش منها، بسيطة، فيسع تحضر، اللي هي رز بالصلصة. نودكم كان بالخير، رز بالصلصة وباللحم، كيف ما تحبوا، باللحم ولا بالدجاج، راهو كيف. اما اني اليوم رز باللحم. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفة، وان شاء الله تنال استحسانكم، وان شاء الله الفيديو يكون خفيف على قلوبكم. كان تحبوا تشوفوا هالصحية من الرز كيفاش حضرته، خليكم مع رولا وتبعوها للاخر، وان شاء الله يا ربي يعجبكم وتجربوه وتقولوا لي شنو رايكم فيه. ان شاء الله وديتكم كان بثمر الجنة. نتوكلوا على ربي ونبداو الفيديو متاعنا. بسم الله بدينا، وعلى نبينا صلينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه أجمعين. نمشيو للوصفة متاعنا، ما تنسيوليش أكل لايك والاشتراك في القناة، ومرحبا بالناس الكل. إذا كان عجبكم محتوى القناة ما تنسيوش تكتبوا لي تعليق حلو مزيان كيفكم انتوما، باش يخليني نقدم ويشجعني برشا. تشجيعاتكم تقويني وتخليني نقدم أكثر وأكثر. نتوكلوا على ربي ونبداو الوصفة متاعنا. بسم الله يا ربي. باش نحط الزيت متاعي، كل واحد وطريقته فيه الرز كيفاش راهو. وباش نرمي الفلفل نقليه فك الزيت، البنه فك القليه نتاع الفلفل في الزيت، راهو نقلي الفلفل ونخرجو. بعد ما تقلي الفلفل نخرجو، سيدنا اكل نكهه نتاعو الكل في الزيت، يطلع جميل. غسيلوا نيتكم كان بالخير. وديما نقولكم طريقتي راهي في الحاجه، هذه طريقتي اني في الرز بدون تعقيد، ساهل ماهل كيسا يحضر. باش نعمل بيه حمامي روزه. حطيت البصل، نحط الحمام نتاعي، يتقلى هكا شويه، مش برشا باش نخليه. تحب العلوش تحب البقري كيف ما تحب انت. وباش نحط عليه كعيبه طماطم مكعب للبنه هكا، هو اختياري، ما تحبش ما تحطش. وباش نحط عليه الطماطم المعجونه، نحط زوز مغارف نتاع ماكله كبار، زوز مغارف نتاع ماكله مش اكثر. الرز يجينا كان مطمطم، راهو ما يجيش ابيض معناها وباسل. ان شاء الله يا ربي طريقتي تعجبكم. هاكا كيفاش قاعده نقلي. ان شاء الله طريقتي تعجبكم، ان شاء الله كلها تجربوها. بعد ما تقليت الطماطم شويه باش نحط مغرفه فلفل احمر، انتي ونوعيه الفلفل نتاعك. اني باش نحط مغرفه تاع ماكله ماهيش معبيه. نزيد نخليوه شويه وباش نمرقوه بالميسكو. مانيش باش نفوح يعني بحتى شيء، من بعد باش نفوحها. بعد ما تقلى هكا شويه باش نصب عليه ميسكو. ماذا بينا ميسكو، كان اللحم كان دجاجه، ماذا بينا ميسكون، ونمرقوه فرد مره. نقص في الغاز ونخليه لين يطيب. تو نشوفوا اشنو باش نزيدوله قدرة ربي. غاز ماهوش قوي، نقصوا في الغاز ديما في ماكلتنا، نقصوا في الغاز. نخليه لين يطيب وبعد نرجعوا نشوفوا شنو باش نعملوا. لهنا بعد ما طاب لي اللحم نص طياب باش نحط البطاطا. حطوا الخضره اللي تحبوا عليها، يعني باش نحط كم بطاطا. نجموا تحطوا حمص، نجموا تحطوا سفناريا، اني باش نحط كم بطاطا اهو. بسم الله يا ربي. لهنا عندنا المقله نتاعنا باش نحطوا فيها فنجان زيت صغير، فنجان صغيره ماهوش كبير، وباش نحط فيه الرز نتاعي اللي غسلته بالغدا هاكا باش يتنحى اكل النشا نتاعو. ومن بعد تالي باش نقليه في الزيت. غسلته بالغدا
لازم ما يكونش فيه هكا. باش نوريكم شويه الماء باش تعرفوا معليش غسلته. هاكا ريتو هاك الماء هذاك انظروا له كيفاش ابيض، ريتو غسلته رغم اللي غسلته مرتين. راهو اغسلوه مرتين بالكدا بالكدا باش ما يقعد لكمش فيه النشي نتاعو. ونقليوه بالباهي في الزيت نتاعو بالكدا بالكدا باش نقليه. يلزم كل كعبه روز يدخل فيها هذا الزيت. خليوه يتقلى هكا حتى دقيقه ولا 2. بعد ما تقليلي لهنا بالكدا كل كعبه روز اخذت هكا الزيت نتاعها تشرب لي هكا الزيت الكل باش نمرقو بالماء الدافي. باش نحط عليه كاس كبير ماء دافي. كاس كبير، كاس القهوه نقولوا 250 ملي. هكا دوبا يتغطى الروز نسيبوه هكا بلاش تغطى الروز. ريتو هكا حتى معناها هكا شطر الصباع يفوت الروز هكا هاو. ونخليوه لين يتشرب هاك الماء نتاعنا الكل ونرجعوا له. عندنا لهنا الروز نتاعنا انظروا له كيفاه ما حركتوش راهو بالكل. ريتو كيفاش شرب هاك الماء نتاعو الكل. تو باش نحطو في كاسكاس يفور. طريقتين نطيب بهم الروز، يعني المره هذه شاركت معكم طريقه، المره الجايه نشارك معكم طريقه اخرى سهله ماهله. زاد الطريقه الاخرى تنجم تقول اسهل حتى من هذه. هاكا اني بديت لكم بالطريقه هذه، المره الجايه نشارك معكم الطريقه الثانيه باش نحطو تو الفور. انا روح بعد ما فورك الرز شويه باش نفوح توا. باش نحط الملح نتاعي، ما نكثروش ديما الملح. تقريب مغرفه نتاع قهوه اني حطيت معبيه ديما، اني عيني ميزاني راهو. وباش نحط مغرفه فلفل اكحل، وباش نحط افاح نتاع اللحم، هذو هما افاحاتي. وباش نحط زاده ثوم. هاكا مازال راهو تقريبا حكايه درج الروز هكا هو. باش نحط الثوم نتاعي، وديما نقولكم كل واحد وطريقته وانتي والكميه اللي باش تطيبها. نرجع الرز نتاعي يركح على زيته ونوريكم كيفاش باش نسقيه. هنا بعد ما طاب الرز نتاعنا نفوروه طاب صايي باش نسقيوه. ما نشوفيكم بالطريقه هذه في الرز، نجيكم نفرط كل كعبه وحدها. هذه الصلصه نتاعي صايي زاد حضرت. هاي كي راكحه على زيتها قارة الزيت نتاعها الكل مرقتنا باش نسقيو الروز نتاعنا تو. بسم الله يا ربي بسم الله. المرق جاني برشا حتى كان الظل مانيش باش نلوحو. مرة اخرى نفور عليه شوية روز اخرى، والا معناها نعملو بالطريقه الثانيه اللي قلت لكم تو نشاركها معاكم. يعني المهم المرق مانيش باش نلوحو. كان احنا احتاجناه الكل تو نحطوه الكل. هكا الثوم في الاخر هذاك يعطيه بنه قدام الرز نتاعنا بنين برشا. ان شاء الله يا ربي تعجبكم طريقتي في الرز، ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي شنو رايكم. ما تنساوش اشتراك في القناه. مرحبا بالناس الكل
لايك، متنساوليش اللايك وهذاك اللي يرفع الفيديو. وما تنساوش زادا تكتبوا تعليق مزيان كيفكم نتوما. باش نزيد المرق خاطر اني باش نخليه لين يشرب. تعمدت هكا سقيت قدامكم باش تشوفوا معناها. عايشكم اللي قالوا لي جربنا وصفات بناشفين ولا عايشكم، كثر خيركم على ثقتكم، وان شاء الله يا ربي ما تراو مني كان الحاجات الحلوه المزيانه والحاجات الناجحه والسهله والبسيطه واللي بدون تعقيدات. ديما راني نحب نبسط لكم الحاجه ديما باش نخليه لين يشرب ومن بعد نرجعوا مع بعض. لهنا تقريبا بعد 10 دقائق انظروا له كيفاش شرب. هاك حبيت نوريكم كيفاش شرب هاد كيكه بزويتو بطماطمتو. نودكم كان بالخير حاصيلو. روز اخف منه ما فماش، اسهل منه ما فماش، وابن منه ما فماش. ابن روز فيك يا احلى مطبخ رلا. باش نحط له الخضره نتاعو، عندنا البطاطا نحطوا له حاصيلو نزينوه كيف ما نحبوا احنا. زين كيف ما تحب انتي، تحب تخلي فرد معون، تحب معناها كل واحد وصحنه كيف ما تحب انتي اعمل. ديما اني نقولكم كل واحد شنو يحب، كل واحد وطريقته. ونحط له قرعين الفلفل. وكان شاهي فيكم باش تقوموا تمشيو تجربوه. هذا هو الرز نتاعنا. اللي يحب الصلصه نتاع الرز يزيد هكا فوق منه كيكه شوي كيف ما تحبوا نتوما. اللي ما يحبش يخليه هكاكا شايح. كل واحد وذوقه، كل واحد وشنو يحب. احنا هاو كنرضيو الاذواق الكل. هذا هو الرز نتاعي، ان شاء الله يا ربي يعجبكم، وان شاء الله تجربوه وتقولوا لي شنو رايكم. واذا كان عجبكم الفيديو ما تنساوش اكل لايكات، ما تنساوش الاشتراك في القناه، وما تنساوش تكتبوا لي تعليق حلو مزيان كيفكم باش تشجعوني بيه. لكم باي. ان شاء الله يا ربي وديتكم كان بالخير والخمير.